اهتم الدين بالشباب؟ نعم، اهتم الدين اهتماما كبيرا بالغا بالشباب، ونجد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يوصي كثيرا بالشباب. فانظروا إلى هذه الرواية اللطيفة جدا أيها الأحبة. نبي الإسلام، هذا النبي العظيم الكريم الرحيم، يوصي بالشباب فيقول: أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، إن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان. الشباب هم الذين نصروا النبي، فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ. وهذه شهادة أيها الأحبة منه صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي نصره ووقف معه وحالفه هم الشباب الذين هم أمثالكم أيها الأحبة. فلا بد علينا من التحلي بصفات الدين واتباع هذا الدين العظيم ونصرة الدين كما أسلافنا هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وآله. واسمعوا هذه الرواية الأخرى وهي لطيفة جدا حقيقا عنه صلى الله عليه وآله: إن الله يحب الشاب. جميل جدا أحبائي، الله يحب. أنت شاب؟ نعم، الله يحبك. هذا ما قاله النبي: إن الله يحب الشاب الذي يفني شبابه. في أي شيء تفني شبابك؟ الذي يفني شبابه في طاعة الله. تفني هذا الشباب في طاعة الله، في عبادته، في الأخلاق الحميدة، في مساعدة الآخرين، احترام الكبير، في احترام الجار، في طلب العلم، في الاجتهاد، في نفع الأمة. الإنسان يتحلى بهذه الصفات ولا يقضي هذه الفترة من عمره باللهو والألعاب وغيرها من الأمور التي لا تعود عليه بالنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله أن نوفق للعلم